السلام عليكم، أنا ريم من ريم's كيتشن، وفيديو اليوم حيكون أول فيديو من سلسلة مبادئ الطبخ مع ريم. الصراحة ما رسيت على اسم بس إنه نفس الكونسبت. أول وصفة حتكون صلصة الطماطم الأساسية، استخدمتها في الفيديو اللي فات إذا فاكرين. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح للمقادير. حنحتاج علبة طماطم مقشرة تيجي في السوبر ماركت، علبة فيها طماطم مقشرة بالصوص حقها، وبصل مفروم، وتوم مهروس، زيت زيتون، وورق ريحان، وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين خلونا نروح لطريقة التحضير. حنخلط حبات الطماطم بفرامة أو خلاط ونسيبها على جنب، وحناخد طاوة نسخنها، بعدين نضيف لها زيت الزيتون ونخليه لما يسخن نضيف له البصل ونقلبه شويتين لما يتغطى بالزيت، بعدين نضيف الثوم المفروم وبرضه نفس الشي نحركه لما يتغطى بالزيت ونسيبه تقريبا 5 دقايق لما شويتين يتحمر ويصير طري. بعد كده حنضيف صلصة الطماطم وحنضيف لها الملح والفلفل الأسود ونسيبها على نار متوسطة الهادية تقريبا 15-20 دقيقة إلين ما يتبخر نص السائل منها وتسمك شويتين. بعدين آخر شي حنضيف ورق الريحان، نحركه شويتين، نسيبه 3-5 دقايق على النار، وبس بكده حنكون خلصنا. وبكده حنكون خلصنا نسوي صلصة الطماطم اللي هي الصلصة الأساسية اللي تعتبر من الصلصات الأم. ليش اسمهم صلصات الأم؟ عشان منهم حنطلع صلصات تانية. يعني لو انتم ملاحظين الصلصة دي نفس المقادير استخدمتها في السباجيتي، بس زودت أشياء تانية عشان تصير صلصة سباجيتي. أشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله، وبالعافية ومع السلامة.